طريقة تحضير البيتزا التركي، الأكلة الشعبية مشهورة في شوارع اسطنبول. أفضل أنواع البهارات موجودة في اسطنبول. عقائب ماركات وليد العالمية بلش أسعارها ب 600 ليرة تركي. ازدحام شديد في أشهر الأماكن السياحية في اسطنبول. موجود عدد كبير من أنواع الضيافة التركية. أقدم خان موجود في منطقة أمينونو. أشهر أنواع الحلويات التركية في مدينة اسطنبول. أجمل أنواع الصمديات موجودة في مدينة اسطنبول. أي طاحون سعر 300 ليرة تركي. محلات مخصصة لبيع أدوات النحاس. صار طبق كنافة 180 ليرة تركي. أجواء السوق المصري في اسطنبول. يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وجوله جديده واجواء جديده. عوده الاجواء الصيفيه لمدينه اسطنبول باي فتره. اصدقائي اليوم رح نتعرف مع بعض على تحضيرات وتجهيزات الاستقبال لعيد الاضحى. ان شاء الله يكون عيد خير علينا وعليكم يا رب وعلى جميع امه سيدنا محمد. طبعا اصدقائي كمان خلال جولتنا رح نتعرف على اسعار الحلويات والمطاعم والحلقوم والمكسرات، كيف اصبحت الاسعار بعد ارتفاع اسعار دولار، ارتفاع جديد في اسعار دولار في تركيا. طبعا اصدقائي درجة الحرارة اليوم في اسطنبول هي 22 درجة مئوية. طبعا الاجواء الصيفية بلشت في مدينة اسطنبول. درجة الحرارة في اسطنبول عم ترتفع تدريجيا، رح تصير درجة الحرارة في الايام القادمة 27 درجة مئوية و28 درجة مئوية. طبعا اصدقائي نحن اليوم متواجدين في منطقة امينونو، اسواق امينونو، تحديدا في سوق محمد افندي لبيع الحلويات والحلقوم. رح نشوف بعض الاسعار، رح نشوف كيف هي الاجواء خاصة في منطقة امينونو. في اسواق كثيرة ومحلات كثيرة ما شاء الله. الاجواء كثير مزدحمة خاصة مع اقتراب عيد الاضحى. اغلبية السياح او المقيمين بيجوا لهذا السوق حتى يتسووا ويشتروا حلويات او مكسرات او ملابس. طبعا في سوق الملابس كثير قريب اسمه سوق محمود باشا، اسعاره كثير حلوة. في عدد كبير محلات تجارية بيع فساتين وأقمشة وبدات أعراس وتجهيزات أعراس ملابس أطفال، بإمكانكم تزوروا كمان. والله أصدقائي رح نبدأ جولتنا حتى نتعرف على الأسعار بعد ارتفاع الدولار. طبعا سعر الدولار اليوم في تركيا هو 39.15 لكل دولار واحد. طبعا أصدقائي في كثير من الأخوة العرب بيتواصلوا معنا بيسألونا عن أماكن شراء الحلويات والحلقوم. طبعا هذا السوق فيه كثير محلات شراء الحلقوم. محلات الحلقوم سعر كيلو 350 ليرة. طبعا في غير محلات بيع أغلب شوي. طبعا أصدقائي نزلت ضيافة العيد. سعر الكيلو هون عبارة عن 250 ليرة، هنا هون 250 ليرة. سعر كيلو فستق الحلبي 640 ليرة، البندق 700 ليرة. كيلو كاجو عبارة عن 600 ليرة. سعر كيلو مشمش مجفف عبارة عن 800 ليرة. سعر كيلو بقلاوة هون عبارة عن 800 ليرة تركي.
كيلو مبرومي عبارة عن 900 ليرة تركي. طبعا هذا محل أسعاره أرخص من غير محلات. أي نوع من الراحة سعر 400 ليرة تركي. في كتير محلات لبيع الأجبان هون سعر كيلو عبارة عن 400 ليرة. في هذا النوع كمان 400 ليرة. في عدد كبير من أنواع الزيتون سعر كيلو هون 320 ليرة. في كمان 200 ليرة. في هذا الملون 260 ليرة. والله أصدقائي رح نبدأ جولتنا حتى نتعرف على الأسعار الحالية في مدينة اسطنبول، خاصة في أسواق أمينونو. طبعا أسواق أمينونو أسواق كثير كبيرة، بتكون أكثر من يومين أو ثلاثة لحتى تخلصوها. هي بعض محلات لبيع نحاسات. هي طواي هون سعر 650 ليرة. في قياسات كبيرة وفي قياسات صغيرة. هي 525 ليرة. طبعا اللي حابب يشتري أي قطعة من هون أو أي شيء لازم يجي هاي الأسواق. أسعار كتير حلوة وبإمكانكم تكاسروا بسعر. سعر قطعة هون 400 ليرة. في كتير شغلات نحاس هون إن شاء الله. حتى موجود كمان محلات لبيع أراجيل مثل ما انتم شايفين أصدقائي. هي الأراجيل موجودة هون في منطقة أمينونو. طبعا أصدقائي موجود كمان عدد من المطاعم موجودة هون. نشوف بعض الأسعار. سعر سندويشة كباب هون عبارة عن 250 ليرة. في دونير تركي اللحم طبعا 220 ليرة. في شيش 120 ليرة. هذا الطبق مثلا سعره 200 ليرة. شاورما مع رز. سعر طبق الشوربة عبارة عن 75 ليرة تركي. طبق الكنافة 150 ليرة. هاي بعض محلات لبيع الحلويات البهارات. صار هذا صفط 200 ليرة تركي. في هذا النوع من الشاي 225 ليرة. 6 أنواع شاي. هون الحجة بتعمل أكلة البيضة مشهورة هون. صار وجبة 180 ليرة. في 200 ليرة حسب النوع. والله أصدقائي انتقلنا إلى سوق الأخشاب والأدوات المنزلية موجود في منطقة أمينونو. هي القطع كلها من الفخار. سعر الكاسة هون عبارة عن 70 ليرة. في كثير شغلات حلوة من الفخار. سعر القطعة هون 25 ليرة تركي. في محلات لبيع العصائر كمان. هذا السوق كثير حلو ما شاء الله. في صلات كمان موجود هالشي. هاي القطعة سعرها 40 ليرة. بصير العسل طبعا معلقة سعر 100 ليرة تركي. طبعا اي شيء بتحتاجوه تلاقوه بهاي الاسواق الشعبية. في كتير شغلات حلوة 180 ليرة او عفوا 20 ليرة. هاي المشاطة مثلا سعرها 155 ليرة تركي. في كتير شغلات موجودة هون داخل هذا السوق. كتير انواع ما شاء الله. في هيك شغلات كمان مكانكم ترسموا صوركم. هذا اللوح الخشب سعر اي فانوس 450 ليرة تركي. في قياسات اكبر 550. طبعا اصدقائي موجود كمان عدد محلات تجارية لبيع ملابس حقائب ماركات تقليد العالمية. سعر اي طقم هون مثلا ايش فيها طبي؟ طقم سعر طقم هون 400 ليرة تركي. طبعا في غير محلات تكون اسعارها ارخص. في هيك شي كمان بواط 1200 ليرة. في 700 ليرة كمان تركي. والله اصدقائي رح نتعرف على اسعار الحلويات في فصل بحيث عن محلات صفا مشهورة هون منطقة أمينونو. سعر اصل الهركة عبارة عن 25 ليرة. في هذا النوع كمان باشا سيراميسي 60 ليرة. سعر كيلو لقم 230 ليرة تركي. كيلو بقلاوة 1100 ليرة تركي. بقلاوة بفستق 970 ليرة. في هذا النوع 1450 ليرة. وهلا أصدقائي دخلنا على السوق المصري حتى نتعرف على الأجواء الحالية. أجواء كتير حلوة. السوق المصري اليوم كتير مزدحم مثل ما كنتم شايفين. الزينين مزينين لنادي فنربخشة لأني أو عفوا نادي غلطة سراي لأني أخذ الدوري. الشوارع في اسطنبول الأوروبية كلها زينة لنادي غلطة سراي. طبعا نادي فنربخشة هو النادي التقليدي. نادي فنربخشة موجود في القسم الآسيوي وغلطة سراي في القسم الأوروبي. الأجواء كتير حلوة. في كتير سياح أجانب داخل السوق المصري اليوم.
طبعا اللي حابب يشتري حلويات او حلقوم لا يشتري ابدا من السوق المصري لان اسعاره تكون كثير غالية. هذا السياح الموجودين هون هن من الاجانب بيجوا بيشتروا من السوق المصري. لهون أصدقائي بكون انتهى الفيديو، بتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.